وبركاته. الصف الخامس. النهارده هناخد اول درس في الوحده الثانيه، عوامل قيام الحضاره المصريه. ازاي الحضاره قامت؟ ايه اللي خلى عندنا في مصر في حضاره؟ اقول لك يا سيدي، جنب اي عامل من العوامل اللي انا هقول لك عليها في ابداع المصري. المصري بتاع زمان كان مصري بيحب بلده، مصري بيحب ينتج انتاج جميل، بيبدع، عنده معادن حط ابداعه، طلع تماثيل مفيش منها اتنين، عنده ارض خصبه طلع طاقته وزرع محاصيل وعمل اكتفاء ذاتي لكل حاجه هو محتاجها. قيس على كده بقى كل حاجه عنده. تعالى نتعرف واحده واحده، بس اهم حاجه تعرف ان ابداع المصري القديم مع الطبيعه اللي حواليه عملت حضاره لحد الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، حضاره عظيمه احنا بنتباهى بيها والعالم كله بيتعجب عليها. يلا بينا ناخد اول حاجه، يعني ايه حضاره؟ انا عماله اقول لك المصري عمل حضاره جميله، المصري حضارته كل الناس بتيجي تتفرج عليها، حضارتنا اللي المصريين عملوها احنا بنتباهى بيها. الحضاره انتاج لعقل الانسان، الحضاره انتاج لعقل الإنسان. كل ما أنتجه الإنسان، سواء كان مادي زي المباني أو ثقافي زي الأفكار. يبقى الحضارة، ما المقصود بالحضارة؟ هو كل ما أنتجه عقل الإنسان، كل ما أنتجه عقل الإنسان، سواء كان مادي زي المباني حاجة ينفع أمسكها، أو ثقافي زي الأفكار زي العلوم زي الفنون. مرة أخيرة، الحضارة كل ما أنتجه عقل الإنسان، سواء كان مادي زي المباني أو ثقافي زي الأفكار. طيب يا سيدي، الحضارة دي قامت بناء على عوامل ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا، وعوامل احنا اللي عملناها بإيدينا. الإنسان إبداعه، دماغه. العوامل الطبيعية هتبقى نهر النيل، المناخ، نهر النيل، المناخ، الموقع الجغرافي، الحدود الطبيعية والثروات الطبيعية. نهر النيل، المناخ، الموقع والحدود والثروات. النيل، المناخ، الموقع، الحدود والثروات. النيل، المناخ، الموقع، الحدود والثروات. النيل والمناخ، الموقع والحدود والثروات. طب والعوامل البشرية؟ الشعب، الجيش، الحكومة. الشعب والجيش والحكومة. تعالى ناخد أول حاجة في العوامل الطبيعية. بص يا إياد، نهر النيل العامل الطبيعي الرئيسي للحضارة كلها. يعني لو مفيش نهر النيل ما كانش الإنسان قعد ولا زرع ولا استقر ولا ربى الحيوان ولا بنى ولا نحت ولا عمل أي حاجة. هو صحيح مبدع، بس إبداعه ده من غير نهر النيل ما كانش هينفع. يبقى العوامل الطبيعية أول حاجة نهر النيل، بما تفسر أهمية نهر النيل: زراعة واستقرار، وحدة وتعاون وتواصل. زراعة واستقرار، وحدة وتواصل. الزراعة والاستقرار. نهر النيل علم المصري يقعد جنب الزرع بتاعه، يباشر الزرعة بتاعته، زرع واستقر. يجي علينا وقت في السنة مية النيل تزيد فيضان يغرق الدنيا. طب هنعمل ايه؟ هنسيب المية تغرق الزرع وتغرق البيوت ونزرع من أول وجديد والزرع يبوظ؟ لا، لازم نتوحد، نتعاون مع بعض فنحافظ على الزرع. نعمل سد نخزن المية، نعمل قنوات نوصل المية للأراضي البعيدة. يبقى دلوقتي نهر النيل علمه الزراعة والاستقرار، علمه الوحدة والتعاون عشان يبني الجسور والسدود، علموا التواصل من الشمال للجنوب أو من الجنوب للشمال. الناس عشان تزور بعض وتبيع المنتجات لبعض جوه مصر بيركب مركب في نهر النيل ويسوق في المية، بيقدف يروح لمكان تاني يزور أهله ويبيع المنتجات. يبقى علمهم التواصل، إن أنا أتواصل معاك. زمان بقى، أنا دلوقتي بتواصل معاك بالموبايل، الإنترنت.
طب قبل كده كنت بتواصل معاك لازم اركب واروح ازورك. زمان بقى كان بيركب مركب في النيل ويقدف ويروح لاصحابه والاهله والحبايبه على طول نهر النيل. يبقى نهر النيل كمان وصل الناس ببعض. يبقى اهميه نهر النيل 3 حاجات. النتائج المترتبه على وجود نهر النيل في مصر 3 حاجات: زراعه واستقرار، وحده وتعاون وتواصل. زراعه استقرار وحده وتعاون. وتواصل. المناخ، ربنا سبحانه وتعالى ادانا مناخ معتدل. حتى السقعه بتاعتنا مش سقعه تلج، والحر بتاعنا حر جاف، يعني امطارنا في فصل الشتاء مش غزيره، والحار مناخنا الحار جاف. التنوع ما بين الصيف والشتاء خلى فيه تنوع في المحاصيل. بس الاهم والاهم والاهم جفاف المناخ. مناخنا جاف، يعني مش امطار عماله على بطال. احنا خدنا ان في مناطق بتشتي فيها في فصل الصيف، امطار في فصل الصيف، وفي مناطق امطار غزيره طول السنه. احنا يا عم مش كده، احنا مناخنا معتدل جاف. الجفاف خلى الاثار تفضل جامده، حضاره 7000 سنه اثارها باقيه. يبقى جفاف المناخ حافظ على اثار. ما النتائج المترتبه على جفاف مناخ مصر؟ حفاظ على الآثار. حلو. ممكن ما النتائج المترتبه على مناخ مصر بالنسبه للاثار؟ هيساعد مناخ مصر. حافظ المناخ الجاف، حافظ على الآثار. الآثار. طيب تعالى خد الموقع الجغرافي. في الموقع الجغرافي لازم تعرف حاجة مهمة قوي. مصر في قلب قارات العالم القديم، في النص ما بين آسيا وما بين أفريقيا، وقريبة كمان من أوروبا. يبقى مصر في نص قارات العالم اللي قامت عليها الحضارة. في واحد مؤرخ اسمه جمال حمدان، الاسم ده نحفظه، اسمه جمال حمدان. جمال حمدان بيقول ان مصر حجر الزاوية. حجر الزاوية يعني الاساس اللي بتجتمع عنده القارة دي والقارة دي. فهي بوابة لآسيا وبوابة لأفريقيا. نهر النيل النهر الوحيد اللي مصر بسببه مدخل لوسط أفريقيا، قلب أفريقيا، وشبه جزيرة سيناء توصلك من مصر لآسيا. يبقى مصر في النص، حجر الأساس، العمود الجامد اللي مبني عليه الحضارة في المنطقة. مصر حجر الزاوية. ده رأي مين؟ ده رأي جمال حمدان. ده رأي مين؟ جمال حمدان. وعلى فكرة رأي جمال حمدان ده 100 110 على 10 ومفيش بعديه كلمة. يعني مصر في قلب قارات العالم القديم. ممكن بدل كلمة قلب قارات العالم أقول لك مصر في ملتقى قارات العالم القديم. هي في النص. مصر حجر الزاوية وبوابة مشتركة بين آسيا وبين أفريقيا، ونهر النيل بيخليك من مصر توصل لقلب أفريقيا أو وسط أفريقيا. يبقى الموقع الجغرافي لمصر متميز بما تفسر، لأنها في قلب قارات العالم القديم، لأنها بوابة مشتركة لآسيا والأفريقيا. طيب تعالى بقى الحدود. عم ده احنا حدودنا طبيعية، واللي يجي علينا الدنيا كلها تيجي عليه. ازاي بقى؟ بص يا سيدي، في الشمال بحر متوسط، شرق وغرب صحراء. بعد البحر الأحمر عندنا الصحراء الشرقية، وفي الغرب بحر الرمال العظيم والصحراء الغربية. فاحنا كده متوسط موقعنا بين عوامل طبيعية تقضي على الأعداء. حدود طبيعية، ربنا سبحانه وتعالى حط مصر في حدود طبيعية تحمينا من الأعداء وتوفر لنا الأمن والأمان. بس السؤال، ما النتائج المترتبة على حدود مصر الطبيعية؟ بلاش ما النتائج، بما تفسر أهمية الحدود الطبيعية لمصر. الحدود الطبيعية لمصر حمت البلاد من الغزاة ووفرت لنا الأمن والاستقرار. يبقى النتائج المترتبة على الحدود الطبيعية حماية البلاد من الغزاة، توفير الأمن والاستقرار. أنا حاسة إنك مش عارف إيه هي الحدود الطبيعية. هي إيه حدود مصر الطبيعية؟ الشمال بحر المتوسط، في الشمال بحر المتوسط، شرق وغرب صحراء، شرق وغرب
الجنوب عند نهر النيل في جندل كبير، وانا قلت لك موضوع الجندل. الجندل ده صخره كبيره قوي قوي قوي، صخور ناريه ما بتتكسرش، ما بتتحركش، ما بتتفتفتش. اقول لك على حاجه، مره سنوسرت التالت حاول يفتح فيها شق كده عشان يعدي المراكب، ما عرفش. يعني الجندل ده صخره كبيره ما حدش يعرف يتخطاها. فاحنا ربنا سبحانه وتعالى ادانا حاوطنا كده بحاجات، زي ما انت لما بابا يعوز يامن البيت يحط لك حديد على الشباك وحديد على الباب وكاميرا مراقبه مش عارفه فين، عشان لما يجي حرامي تعرف تكشفه قبل ما يخش يهجم عليك. ربنا سبحانه وتعالى ادانا موانع طبيعيه، لو جه حرامي نعرف نكشفه قبل ما يهجم علينا. يبقى الحدود الطبيعيه اللي انا قلت لك عليها، البحر والصحراء والجندل، ادت الى انها حمتنا من الغزاة، واحنا قاعدين يا حاسين بالامن والاستقرار، شعور بالامن والاستقرار. طيب الثروات الطبيعيه بقى، ربنا سبحانه وتعالى ادى مصر ثروات طبيعيه، كنوز، ذهب، جرانيت، رخام، ديورايت، حاجات صخور ومعادن مش موجوده في معظم بلاد العالم. واحنا بقى نخرج وننحت تماثيل، نخرج ونعمل حلي، نخرج ونعمل مسلات واهرامات. باشا بقى نقعد نفنن كده، نخرج من الارض ونحط رجل على رجل وايه ونمزج. هنعمل ايه؟ نبهر العالم النهارده. صباح الخير يا عالم، مصر هتعلمكم الابداع. وتقوم جايين عاملين اهرامات، مسلات، حلي، تماثيل. يبقى النتائج المترتبه على وفره الصخور والمعادن ابداع المصري القديم، تنوع ابداعه. عمل ايه يعني؟ نوع ابداعه، عمل ايه؟ بنى اهرامات، نحت تماثيل، صنع ادوات وصنع حلي. اهرامات، تماثيل، حلي وادوات. خلاص، ادوات وحلي، ادوات زينه وادوات تستخدمها في الاواني، حاجات عاملها بفن. طيب اقول لك الحته دي تاني. الثروات الطبيعيه ادت الى تنوع انتاج المصري القديم. الثروات الطبيعيه معادن وصخور، معادن وصخور، معادن وصخور. عملت ايه بقى؟ ايه الحاجات اللي عملها؟ بنى اهرامات، نحات تماثيل، بنى اهرامات، نحت تماثيل، صنع ادوات للزينه والحولي، صنع ادوات للزينة والحولي. طيب احنا كده خدنا العوامل الطبيعيه. تعالى بقى ناخد العوامل البشريه. العوامل البشريه بتاعتي، انا انسان كفاحي، انا المصري اللي بحب بلدي، واي ثروات وخيرات في بلدي هستغلها صح علشان ابهر العالم كله. وقبل ما ابهر العالم كله اعمل حاجه 100 جيش قوي بيحافظ على حدودي ويحافظ على ثرواتي، حكومه مركزيه، الملك والوزراء اللي بيساعدوه، اللي بيشتغلوا علشان راحه الشعب. تعالى ناخد واحده واحده. الشعب، جيش، حكومه. شعب، جيش، حكومة. شعب، جيش، حكومة. بص يا سيدي، المصري كفاح. يعني مفيش مصري بيعرف يقعد ويحط ايده على خده انا مستني لما الحاجه تجيلي لحد عندي، لا. المصري كان بيصحى كده من نومه، النهارده هنتج ايه، هستثمر ايه. عندي صخور، يلا اعمل اهرامات. عندي معادن، يلا نعمل تماثيل واقنعه وحلي. يبقى المصري القديم كان بيستخدم كل الموارد اللي عنده عشان يعمل حاجه. طب ما انا ممكن اعمل حاجه اعكها اي كلام واقول لك خد انا عملت لك حاجه. لا، المصري القديم بيكافح، بيبدع، ابداع. يشرب له كوبايه القهوه كده ويمزج، اتقان في العمل. خلاص، يبقى كفاح، ابداع، اتقان في العمل. طبعا مع حب العلم، يعرف الحاجات، المعادن والصخور مكوناتها ايه علشان يطلع منها افضل انتاج. النتائج المترتبه على كفاح المصري القديم وابداعه وحبه للعمل وحبه للعلم، انشاء حضاره خالده لحد دلوقتي. في حضارات في العالم زي الحضاره دي، بس مفيش حضاره زي الحضاره المصريه. يبقى النتائج المترتبه على ابداع المصري القديم او على كفاح المصري القديم تشييد حضاره خالده. تعالى بقى ناخد الجيش. الجيش المصري، مصر اقدم دوله عملت جيش،
هي مصر عملت الجيش ليه؟ خلي بالك عشان تبقى فاهم، الشعب المصري شعب مسالم. يعني انا قاعد في حالي بزرع، بعمل تماثيل، بعمل صخور، اروق على حالي واعمل الحاجات اللي نفسي فيها ومع نفسي. بس يا باشا لقيت ناس عايزه تيجي تحتلني، اسكت؟ لازم يكون عندي جيش قوي، اي حد يبص لي بعينه بس افقع له الاتنين. جيش بدافع عن نفسي. يبقى الجيش اهميته حمايه البلاد واستقرارها. حمايه البلاد، احافظ على البلاد، احافظ على استقرار البلاد، احمي وحده البلاد. ما احنا بقينا جيش واحد، شعب واحد. اصل احنا زمان في حكايه كده ملهاش لازمه هقولها لك، كنا متفرقين 42 اقليم، يعني اقليم زي المحافظات كده. عارف انت القصه بتاعت مينا نعرمر ده؟ فمينا نعرمر ده خلانا كلنا شعب واحد، ولينا جيش واحد، ولينا حاكم واحد. فالجيش الواحد ده لازم يحافظ على وحده البلاد، يحافظ على استقرار البلاد، يحمي البلاد من الاعداء. يبقى الجيش بيحمي البلاد، الأعداء بيحمي البلاد، من الأعداء، بيحافظ على استقرار البلاد، بيحافظ على استقرار البلاد. حلو. الحكومة المركزية، الحكومة يعني الملك، الحكومة يعني ملك. الملك والوزراء اللي بيساعدوا الملك. طب دول الحكومة بقى لازمتها ايه؟ لازمة الحكومة ان هي تراعي مصالح الناس وتعمل مشروعات. باشا الحكومة تراعي مصالح الناس وتعمل مشروعات، تراعي مصالح الناس وتعمل مشروعات. مشروعات زراعية عشان تشغل الناس، مشروعات صناعية تخرج المعادن والأحجار من المحاجر وتخلي الناس ينحتوا. الناس في حتة مش لاقيين شغل، مش بيعانوا من حاجة، توفر لهم الحاجات اللي هم محتاجينها. يبقى مهمة الحكومة تراعي مصالح الناس وتعمل المشروعات. أنا كده اديتك الحاجات اللي خلت عندنا حضارة العالم كله بيسقف لها. تعال اقول لك بقى مظاهر الحضارة المصرية، ده آخر جزء في الدرس. مظاهر الحضارة المصرية. المظاهر يعني الحاجات اللي انت لما تشوفها من بعيد تقول مصر عندها حضارة حلوة. المصريين القدماء استخدموا العوامل الطبيعية والعوامل البشرية وطلعوا الحضارة دي. يعني مثلا في السياسة، أول شعب في العالم عرف الوحدة الشعب المصري. يبقى مظاهر الحضارة السياسية، أول شعب عرف الوحدة، أول شعب عرف الوحدة، أول شعب عرف الوحدة، أول شعب عرف الوحدة. طب مظاهر الحضارة الاجتماعية، إحنا مجتمع بيقدس الأسرة، بيحترم الترابط الأسري. يبقى المجتمع المصري بيقدس الأسرة ويحترم الترابط الأسرة. طب أسرة محترمة بتربي عيالها كويس يبقى مجتمع متماسك، تبقى دولة ناجحة. ترابط أسري، مجتمع متماسك، دولة مستقرة. قول معايا، ترابط أسري، مجتمع متماسك، دولة مستقرة. ترابط أسري، مجتمع متماسك، دولة مستقرة. يبقى مظاهر الحضارة السياسية، أول شعب عرف الوحدة. مظاهر الحضارة الاجتماعية التماسك الأسري، ترابط أسري، مجتمع متماسك، دولة مستقرة. مظاهر الحضارة الدينية، احنا كشعب مصري متدين بطبعه، بنحب نعمل الخير، بنحب ما نكذبش، نقول الصدق، مؤمنين بالحياة بعد الموت. دي مظاهر الحياة الدينية. شعب بيحب القيم والأخلاق، بيتمسك بالقيم والأخلاق ويؤمن بالحياة بعد الموت. يبقى الشعب المصري متمسك بالقيم والأخلاق ويؤمن بالحياة بعد الموت. مظاهر الحضارة الثقافية، المصريين كانوا متفوقين في العلوم، في الفنون، عرفوا الكتابة الهيروغليفية. ده أول نوع من الكتابة اتعرف، الكتابة الهيروغليفية. الكتابة الهيروغليفية عبارة عن صور ورسوم، يعني صورة إيد حرف، عين حرف. خلاص، النتائج المترتبة على البيئة الغنية اللي عاش فيها المصري القديم، بيئة غنية بالمعادن والموارد والإبداع، أدى إلى معرفته العلوم والفنون واختراعه للكتابة الهيروغليفية.
النتائج المترتبة على البيئة الغنية بالموارد على المصري القديم. عرفت كثير من العلوم والفنون ومعرفة الكتابة الهيروغليفية. بما تفسر. عرف المصري القديم العلوم والفنون واخترع الكتابة الهيروغليفية بسبب اهتمامه بالثقافة. بسبب البيئة الغنية بالموارد. بسبب البيئة، بيئتك غنية فيها حاجات كتير. تدرس الزرع، تدرس الأعشاب، تدرس الطبيعة، تدرس الصحراء، تبقى عارف في علوم كتير، تدرس الكواكب، تدرس النجوم. تاني، مظاهر الحضارة الثقافية إن المصريين برعوا في علوم كتير، برعوا في فنون كتير، وعملوا الكتابة الهيروغليفية. برعوا في العلوم والفنون والكتابة الهيروغليفية بسبب البيئة الغنية بالموارد. البيئة غنية بالموارد. آخر حاجة بقى، الاقتصاد يعني زراعة، صناعة، تجارة. تمام؟ طيب، بيقول لك إن المصريين من مظاهر الحضارة عندهم إن الاقتصاد كان متنوع. المصريين عملوا إيه عشان الاقتصاد يتنوع؟ يعني من مظاهر الحضارة الاقتصادية تنوع الاقتصاد. في الزراعة هم اهتموا بالزراعة، اهتموا بمشاريع الري. في الصناعة هم أتقنوا صناعات كتير، في صناعات ما كانتش بتتعمل غير في مصر. أتقنوا صناعات. يبقى الزراعة اهتموا بمشاريع الري. الزراعة اهتموا بمشاريع الري. الزراعة اهتموا بمشاريع الري. الصناعة أتقنوا كتير من الصناعات زي صناعة الفخار وصناعة النسيج وصناعة الحلي. صنعوا فخار ونسيج وحلي. النتائج المترتبة على ازدهار الزراعة وازدهار الصناعة ازدهار التجارة. في زراعة حلوة قوي، في صناعة حلوة قوي، يبقى التجارة 100. يبقى مظاهر الحضارة اقتصاديا ازدهار الاقتصاد. المصريين اهتموا بالزراعة، طوروا ونظموا مشاريع الري، طوروا الري، طوروا. في الصناعة أتقنوا صناعات، أتقنوا صناعات زي الفخار والنسيج والحلي. فخار ونسيج وحلي. طب ما النتائج المترتبة على اهتمامهم بالزراعة والصناعة؟ ازدهار التجارة. بقوا بيبيعوا ويشتروا مع البلاد المجاورة، بيبيعوا ويشتروا مع البلاد المجاورة. مصر عندها السودان تبيع وتشتري معاها، مصر عندها آسيا تبيع وتشتري معاها، مصر عندها ليبيا تبيع وتشتري معاها، بلاد بونت، فينيقيا. يبقى ازدهار التجارة مع البلاد المجاورة. احنا كده خلصنا الدرس. حل الأسئلة اللي هتبين انت مذاكر ولا لا، او انت فاهم ولا لا بما تفسر. أهمية نهر النيل اللي احنا قلنا عليها زراعة واستقرار، أيوة، وتواصل. أهمية الموقع الجغرافي حجر الزاوية سهل اتصال مصر بالدول المجاورة. حل. أي حاجة مش هتعرفها ابعتلي. يلا، السلام عليكم.